بغنائم وأسلاب ملك فارس بعد القادسية وفتح المدائن. والعجيب أحبتي في الله أن من بين تلكم الأسلاب والغنائم تاج كسرى، هذا قطعا يقدر اليوم بملايين إن لم يكن مئات ملايين اليوروات. تاج كسرى وسواراه والمنطقة التي كان يتمنطق بها. فلما رآه عمر استعبر فرحا وإعجابا بأمة عظيمة، أمة محمد وأبي بكر وعمر وعلي وعثمان، أمة عظيمة، وقال إن قوما أدوا هذا لأمناء. الله أكبر! من هو الفارس؟ من هو الرجل الذي وقع تاج كسرى في يده ثم أداه؟ لم يتغوله، لم يسرقه. إن قوما أدوا هذا لأمناء. إيش الأمانة هذه؟ إيش العظمة في الأمة هذه؟ وأمة جائعة كانت، جوعى أحراب. فقال له أبو الحسن علي عليه السلام: يا أمير المؤمنين، أديت فأدوا ولو رتعت لرتعوا. أنت أمين، أنت رأسنا ومقدمنا، وأنت أمين، معروف أنك أمين، لم تتغول حبة من بيت مال المسلمين. لماذا لا يكونون أمناء؟ موقف مهيب يا إخواني، والله العظيم مهيب ومثير وعظيم ومعجب، يثير الإعجاب والإجلال. وقال عمر: أين سراقة؟ عمر كما وفى لتركة محمد، لدين محمد، لدعوة محمد، يفي مرة أخرى لوعد محمد، لكلمة محمد، لكتيب محمد، هذه الرقعة أو هذه القطعة من العظم. قال: أين سراقة ابن مالك ابن جعشم؟ فتقدم الأعرابي وكان رجلا أزب طويل اليدين كثير شعرهما. قال: ارفع يديك. يجهر عمر بها، يعلي صوته حتى يسمع الجمهور الجماء الغفير: ارفع يديك يا سراقة. فرفع يديه فألبسه سواري كسرى ووضع التاج على رأسه منطقه بالمنطقة، وقال له: قل يا سراقة الله أكبر، الله أكبر. نزعها من كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس، وألبسها أعرابيا من بني مدلج. الله أكبر على هذا الدين يا إخواني، الله أكبر. ما أجمل هذه الأمة كانت، ما أعظم هذه الأمة كانت، ما أعظم مبادئها كانت. أين نحن اليوم؟ أين نحن اليوم؟ لكن يا إخواني، نتحدث وحين نتحدث عن هجرة المصطفى وصحبه صلى الله عليه ورضي الله عنهم من عند آخرهم